لسول أكتر بنت طيبة في الحياة، ومع ذلك الكل بيتنمر عليها، مش بينادوها غير بلقب التخينة، وده لأن وزنها زيادة شوية، وهي يا عيني ما كانتش بتتضايق وبتقابل الموضوع بابتسامة، لكن من جواها طبعا كان نفسها تتغير. وفي يوم حست بالإهانة من فريق العمل اللي شغالة معاه، فخرجت وهي متضايقة جدا، ولقت قدامها كافيه بيقدم قهوة مميزة، فقررت تدخل تشرب فنجان قهوة علشان تهدي أعصابها. وهناك الشيف جين قال كلمات غريبة وخلاها ترددها، وافتكرت لسول ان ده هزار، وشربت قهوتها وخرجت، لكن فجأة اتفاجئت ان شكلها اتغير خالص وبقت بنت جميلة ورفيعة جدا. لكن ازاي تم ده اللي هنعرفه في احداث النهارده، خليكم معانا. دخل البطل هيون على مكان العصابة اللي خاطفة حبيبته وضربهم كلهم لحد ما وصل للأوضة اللي فيها حبيبته، وكان فاكر انه خلاص كده هيحررها ويهرب، لكن ظهر افراد عصابة تانيين فوقف ضربهم بمنتهى الشجاعة وما خليهمش حتى يلمسوه، وشال الغطا من على وش حبيبته، فتفاجئ ان اللي قاعدة قدامه تبقى لسول، فسابها وراح للبنت التانية، ودي كانت كانج، وفكها ومسك ايديها وطلعوا يجروا من المكان من غير حتى ما يحاول يساعد لسول، وساب المكان ينفجر بيها. فقامت لسول تجري وراهم وهي بتقول له انها الشخصية الرئيسية ولازم انه ينقذها هي، لكن طبعا ما سمعهاش، بس كل ده كان مجرد حلم بتحلم بيه لسول في محطة الاتوبيس، وما صحيتش غير لما الشخص اللي جنبها بعدها عنه بقوة وقال لها ان راسها تقيله جدا وبسببها كتفه اتخلع، فاعتذرت له وركبت الاتوبيس بسرعه علشان ما تتاخرش على شغلها في وكاله كيم كونج للقصص المصوره، والمسؤول عنها الكاتب الرئيسي هيون، وده يعتبر افضل كاتب في كوريا كلها. ولسول قابلت زمايلها في الشغل في الاتوبيس، وهم جونج اللي مش بيحب الاحتفالات، ودونج اكتر شخص مبهج في الوكاله. واول ما شاف كرسي فاضي في الاتوبيس نادى عليها علشان تقعد وترتاح، بس الراكب كان راجل عجوز رد عليها بقسوه كبيره وطلب منها تبعد عن المكان، وقال دونج انها تخينه جدا ولو قعدت جنبه مش هيعرف يتنفس حتى، وبدل ما لسول تتضايق فضلت تعتذر له وهي مبتسمه. ووصلوا كلهم الوكاله، ووقفت لسول مستنيه هيون بالذات لانها معجبه بيه جدا، وكانت جايبه معاها اكل كتير علشان الكل يفطر. لكن كانج نائبه الرئيس اول ما شافت الاكل قالت لها ان ده اكل غير صحي ومليان بالدهون ومفيش حاجه حلوه خالص، وانه السبب في زياده وزنها، وما سكتتش على كده وخلاص، لكن كمان انتقدت لبسها وسخرت منها. دخل دونج في الكلام وقال لها ان لسول اكتر بنت لطيفة في المكان، فضحكت كانج وقالت للسول ان لما حد يقول عليها انها لطيفة فده معناه انه مش قادر يقول عليها جميلة. وفضلت لسول تحاول تهدي نفسها وابتسمت في الاخر، واخيرا هيون كمان اتدخل وقال لكانج انها بتحاول تضايق المساعدة بتاعته بدل ما ترفع معنوياتها، وده اكيد هيأثر على العدد الجديد اللي بيجهزوه، وطلب منها تعتذر لها فورا، بس كانج رفضت وسابت لهم المكان كله ومشيت. ولسول كانت شايفة ان هيون دافع عنها، وتخيلت كمان انه بيقول لها انها اجمل بنت في الدنيا كلها، بس زميلها جونج فوقها على طول وطلب منها تروح لمكتب هيون علشان عايز يبلغها بحاجات مهمة. اما دونج فاكتشف ان كانج نسيت شنطتها فنزل لها على طول قبل ما تمشي، وطلب منها ما تضايقش نفسها، بس هي كانت متعصبة جدا واخدت منه الشنطة وركبت عربيتها ومشيت. وبنرجع تاني لهيون اللي فضل ينتقد رسومات لسول وطلب منها تعيدها من جديد، فاخدتها منه وراحت لمكتبها وبدأت تجهيز الرسومات. وفي الوقت ده وصل منصدق هيون وطلب منه يساعده علشان يبقى مغني كبير، بس هيون رفض وفضل يجري وراه وهم بيهزروا مع بعض. وبعد شوية اخد هيون الفريق كله علشان يتغدوا مع بعض، ولأن لسول كانت إنسانة لطيفة فكانت بتساعد في توزيع الأطباق. ووصل قائد الفريق اللي بيتضايق الكل بكلامه الجارح والمنتج جو، وأول ما انضمت كانج ليهم بدأ يغير طريقة كلامه، لكن طبعا معها هي وبس، وفضل يضايق لسول ويقول عليها إنها تخينة جدا، وطلب منها كمان هي اللي تحضر لهم أطباقهم. وطبعا لسول نفذت علشان ما تعملش مشاكل، وهي راجعة للترابيزة بتاعتها تاني سمعتهم وهم بيتريقوا عليها وبيقولوا إن المفروض ما كانوش شغلوها في المكتب، لكن هيون دافع عنها وفجأة سمعوا صوت حد بيقع، ولما قام هيون لقاها هي اللي وقعت بالأطباق اللي كانت شايلاها، ولما حب يساعدها بعدته وطلعت تجري بعيد عن المطعم، لكنه خرج وراها ولبسها الجاكيت بتاعه علشان تعرف تمشي. وبالرغم من إنها كانت حزينة جدا بس ابتسمت في وشه وقالت له إنها كويسة وسابته ومشيت، واتصل بها والدها علشان يطمن عليها، بس هي كانت متضايقة جدا وقالت له إن كل الناس بيقولوا عليها إنها تخينة وقفلت معاه المكالمة. أما هيون فرجع للقائد وكان متضايق جدا وقال له إنه ملتزم معاه في مواعيد التسليم، وكل ده بفضل لسول فمش هيسمح له تاني إنه يناديها بالتخينة، وقال لكانج إنه مش هيشوفها تاني لو ما اعتذرتش لسول وساب الأكل ومشي. وبنرجع تاني لسول اللي كانت متضايقة جدا من تعليقات الكل على حجمها، وهي لسه ماشية في الطريق ظهر قدامها لافتة الكافيه بيقدم
يقدم قهوة، فقررت إنها تجربه وفضلت ماشية بين الشوارع لحد ما وصلت. وجين أول ما شافها قال لها إن دي البداية، وبدأ يجهز القهوة بحركات غريبة جدا، وطلب منها تنسى كل حاجة وتغمض عينيها وتشرب القهوة، وقال كلمات سحرية فافتكرته لسول بيهزر، لكنه طلب منها تردد الكلمات وراه، وفعلا نفذت الكلام علشان تخلص منه وتعرف تشرب القهوة بتاعتها. وشربت القهوة وخرجت على طول، وهي معدية من قدام مراية لقت كل حاجة فيها متغيرة، فتحولت لبنت جميلة ورشيقة وما كانتش فاهمة ايه اللي بيحصل، فطلعت تجري على الحمام وطلعت مرايتها، واول ما شافت شكلها صرخت من الخوف، وكانت مش فاهمة ايه اللي حصل وغيرها بالشكل ده، لحد ما حست ان القهوة اللي شربتها هي السبب. فرجعت الكافيه تاني بس لقيته مقفول، فمشيت وهي مش عارفة المفروض تفرح انها بقت جميلة ولا تزعل علشان خسرت شكلها الحقيقي. وعدت على محل واشترت منه فستان كان عاجبها جدا، بس طبعا وقتها ما كانش في مقاسها، لكن دلوقتي صاحبة المحل كمان صورتها علشان تنزل صورتها من كتر جمالها. وكانت لسول فرحانة جدا بنظرات الإعجاب اللي عمرها ما تعرضت ليها قبل كده، وشافت بالصدفة هيون ماشي فجريت استخبت لأنها ما كانتش عارفة هتواجهه ازاي، لكن بعدها قالت إن مفيش داعي تستخبى منه لأنه أكيد مش هيعرف هي مين، وفعلا بصلها ومشي لأنه كان مشغول بالتفكير في لسول، وشايف إنه ما كانش ينفع يسيبها لوحدها وهي يعني متضايقة بالشكل ده. وهي رجعت البيت علشان ترتاح من لبس الكعب العالي اللي مش متعودة عليه، وقالت إن البنات الجميلة بتعاني كتير، ونامت من كتر التعب ده. ولما صحيت من النوم اتخلصت من كل كتب فقدان الوزن والوصفات اللي كانت بتاخدها، وبعدها مسكت تليفونها علشان تتصور، فاكتشفت انه مقفول، ولما فتحته جالها اتصال من دونج، وفجأة وهي بتكلمه لقت الفستان اللي لابساه بيتقطع، وده لانها رجعت تاني لوزنها الطبيعي، وما كانتش فاهمة ايه اللي حصل، فنزلت بسرعة وراحت الكافيه ودخلت للشيف وسألته ايه اللي حصل بالظبط، وكانت عايزة تطلب له الشرطة، فقال لها انه اصلا ساحر وكان عارف اسمها بالكامل، فبدأت تصدقه وسألته ازاي رجعت تاني لشكلها، فقال لها ان بمجرد ما الكافيين اللي في جسمها بيخلص السحر كمان بيخلص معاه، فقالت انها لو بلغت الشرطة عنه اكيد مش هيصدقوها، فما فيش حاجة قدامها غير انها تسيبه وتمشي. وخرجت يعني من الكافيه واتصلت بهيون اللي كان متصل بيها كتير جدا، واعتذرت له ان تليفونها كان مقفول طول الفترة دي، فطلب منها ما تتعبش نفسها في الشغل لان اهم حاجة عنده هي سلامتها. وبعد شوية كمان بعت لها رسالة بيتمنى لها فيها انها تبقى افضل، وهي كانت بتكمل شغلها اللي ما عملتوش في المكتبة، وبتعدل الرسومات اللي طلبها منها هيون، وهي بتتخيل انها البطلة وهيون هو البطل. وبعد ما خلصت شغل نامت على طول، فصحتها صديقتها ليجال وقالت لها صورتها وهي رفيعة لان صاحبة المحل كانت نشرها، وقالت لها ان البنت دي تشبهها جدا. ولما لسول قالت لها انها تشبهها هي، قالت لها ان في فرق كبير بينهم، وسابتها وخرجت. بس لسول لاحظت انها لابسة الفستان اللي لسه شارياه، فطلعت تجري وراها وطلبت منها ترجعه فورا، وبيجال كانت فاكراها جايبه لها هدية. ولما لسول قالت لها انه بتاعها هي، قالت لها بيجال انه مش ملائم عليها ولا مناسب لجسمها وسابتها ومشيت. فرجعت لسول البيت وهي حزينة، وشافت تعليقات الناس الحلوة على صورتها، وخرجت بسرعة راحت الكافيه وطلبت من جين يجهز لها فنجان تاني بسرعة، فقال لها انه كان واثق انها هترجع له تاني، وده معناه انها هتبقى زبونته لفترة طويلة، فادالها ساعة وقال لها انها هتدي لها انذار قبل ما ترجع لشكلها الطبيعي بدقايق علشان يعني تخلي بالها. وادالها قائمة المشروبات علشان تختار منها المشروب اللي هتشربه، وكان موجود صور مع كل مشروب علشان يبين لها شكلها هيتحول لإيه. وبعد ما شربت القهوة وشكلها اتغير راحت المكتب، وطبعا هيون ما تعرفش عليها، وقالت لها انها تبقى صديقة لسول وجاية علشان تشتغل مكانها، لكن لسول مريضة وعملت عملية استئصال للزايدة الدودية. بس هيون رفض وقال لها انها لو صدقتها فعلا فلازم تكون جنبها، وسابها ورجع لباقي الفريق وهي خرجت، وفضلت تفكر في طريقة تقدر ترجع بيها لشغلها. فلقيته خارج مع كانج علشان يتغدوا مع بعض، بس لاحظت كمان ان هيون مش طايق كانج خالص، لكن مضطر يروح معاها علشان شغلها. وفضلت ماشية وراهم وشافتهم وهم في المطعم، وكانج بتتعمد انها تأكله، فكانت متضايقة جدا. بس هيون خلص اكله بسرعة ورجع لمكتبه لان مون كان هناك بيجهز أوضة علشان يحولها لاستوديو غنائي علشان يسجل فيه. وطبعا هيون رفض الفكرة لانه كان شايف ان مون مش موهوب اصلا، فتجاهل مون نصايحه خالص ودخل هيون يسيبه ويخرج. ولسول كمان رجعت البيت
البيت وتخيلت إن هيون بيتقدم للجواز لكانج، فاتضايقت جدا ومسكت القلم ورسمت أحداث جديدة لقصتها بتأذي فيها البنت اللي عايزة تسرق منها هيون، وما كانتش تعرف إنه طول الوقت بيفكر فيها وهي استنت آخر اليوم بعد ما خلص شغله وسلمته ملف الرسومات اللي خلصتها والجاكيت بتاعه، وقالت له إن ليسول بعتاهم وعشان تقدر تظهر قدامه كل يوم بشكلها ده. قالت له إن ليسول هتسافر لقريتها علشان ترتاح هناك ولسه بتترجى إنه يسمح لها هي تشتغل مكانها، وفتح باب العربية وخبطها في وشها من غير ما يقصد وسبب لها نزيف، فأخدها المكتبه واعتذر لها وقبل إنها تشتغل مكان ليسول على بال ما ترجع، ومسك تليفونه علشان يبلغ ليسول، فقامت بسرعة من قدامه ودخلت الحمام علشان تعرف ترد عليه وما يعرفش إنهم نفس الشخص، وقالت له إنها فرحانة إنه عين صديقتها وإنه ممكن يعتبرها مساعدته على بال ما ترجع. وأول ما قفل معاها المكالمة خرجت وقعدت معاه هو وباقي الفريق علشان يعرفوها على نفسهم، وفجأة رنت الساعة اللي في إيديها بإنذارات ورا بعضها، فسابتهم وطلعت تجري بسرعة، وعلى بال ما نزلت السلم كانت رجعت تاني لشكلها الطبيعي، بس كانت فرحانة إنها تقدر تشوف هيون وهي جميلة كل يوم، ورجعت بسرعة على بيتها. أما كانج فكانت كل يوم بتروح المطعم اللي بيشتغل فيه مون وبتتعشى معاه وبتحكي له قد إيه نفسها هيون إنه يحس بمشاعرها ويحبها. وليسول هي كمان رجعت البيت وأخدت بيجال وخرجوا يتعشوا مع بعض، وطلبت أكل كتير لأنها كانت فرحانة، وفجأة لقت هيون واقف قدامها، وطبعا ما كانتش عارفة إزاي هتخرج من الموقف ده، وهو قال لها إن تقدر تعمل اللي هي عايزاه لأنه خلاص هيسيبها ويمشي، فطلعت تجري وراه علشان تصالحه، وقالت له إن عمرها ما كذبت عليه في حياتها، لكن المرة دي في حاجة خلتها تعمل كده. ولما سألها إيه هي قالت في بالها إنها لو قالت له الحقيقة أكيد هيوصلها المستشفى المجانين، فرفضت تقول له أي حاجة، ووقتها قال لها إنه مش عايز يشوفها تاني وإنه كان غلطان لما قلق عليها وسابها ومشي. فرجعت ليسول البيت وهي حزينة، لكن بعد شوية قالت إن اللي حصل ده أحسن لأنه كده هيتقبل وجود وهتقدر تقابله كل يوم برضه، بس هو كان زعلان جدا لدرجة إنه لما رجع مكتبه ولقى الأكل اللي سايباه علشان ياكل منه كل يوم رماه وما أكلش منه حاجة. وتاني يوم صحيت ليسول من بدري وراحت الكافيه وطلبت القهوة بتاعتها وشربت وراحت على الشغل على طول، وأول ما هيون شافها سألها إن كانت فعلا بتعرف ترسم ولا لا، وقال لها إنه هيختبرها علشان يتأكد من مهارتها، وأكد عليها إنه مش بيحب الكذب مهما كانت الأسباب، وعمل اجتماع مع الفريق كله علشان يشوفوا مسار القصة هيمشي إزاي، وتفاجئ إنها عارفة حاجات كتير جدا عن القصة، وهي علشان تتهرب من الموقف ده قالت لهم إنها هتجيب مشروبات، وبرضه من غير ما تقصد قالت أسماء المشروبات المفضلة عندهم، فقالوا إن بطلة القصة لازم يكون باسمها، وقرروا كمان إنهم يرحبوا بوجودها معاهم ويخرجوا على حساب هيون، فادالهم الكارت بتاعه علشان وراه مشوار مهم هيروحوا الأول، وطبعا راحوا المطعم اللي بيشتغل فيه مون. أما مشوار هيون المهم فكان مع كانج، وقال لها كلمتين بالعدد وسابها لوحدها علشان يرجع لباقي الفريق، وعرف إنهم ما عرفوش المكان ولا حتى قالوا له الميعاد اللي هيتقابلوا فيه، فاتضايق جدا ورفض يروح لهم، بس اتصل بمون وطلب منه يوصل له حاجة ضروري، ولأن مون كان عنده شغل فراح دونج وجونج اشتروا الحاجة، وليسول أخدتها ووصلتها لبيته، وكان معاها مفتاح الشقة ودخلت الحاجة وفضلت تستكشف كل مكان، واتفاجئت به وصل فاستخبت بسرعة قبل ما يشوفها، بس في الآخر برضه شافها فكان متضايق جدا من تصرفاتها وفضل يطلب منها تسيبه وتمشي، بس وصلت كانج وشافتهم وهم قاعدين لوحديهم وفهمت الموضوع غلط خالص، فخرجت ليسول بسرعة ورجعت البيت، وشافتها لجال فطلعت تجري وراها علشان تشوف مين البنت الغريبة دي، لكن أول ما وصلت كانت ليسول خلاص رجعت لطبيعتها وأكدت لها إن مفيش أي حد غريب موجود. وتاني يوم صحيت علشان تروح الكافيه، لكن لجال مسكتها وقالت لها إنها حاسة إن في حاجة غريبة بتحصل ولازم تعرفها دلوقتي، ولما ليسول رفضت تتكلم قالت لها لجال إنها عارفة كل حاجة وإن أكيد البنت الجميلة اللي بتجيلها فهمتها إنها ممكن تغيرها، ولقيت ليسول إن دي فرصة ممكن تهرب بيها من الحقيقة، وقالت لها إن فعلا هو ده اللي حصل، فتعصبت لجال وقالت لها إن البنت دي محتالة وبتحاول إنها تخدعها وإنها هتساعدها علشان تسترجع فلوسها، وعشان ليسول تسكتها أخدتها للكافيه وطلبت القهوة بتاعتها، فشربتها ليسول وخرجت مع لجال وهي بشكل قوة، ومن الصدمة فقدت لجال الوعي، لكن ليسول فوقتها وطول الطريق بتحاول تفهمها إنها تبقى ليسول، وشربتها مية علشان تهديها، ووعدتها إنها هتفهمها كل حاجة بعد ما ترجع من الشغل، فوقفت لجال وطلبت منها تنتهز الفرصة إنها بقت جميلة وتاخد كل الحقوق اللي اتخلت عنها وهي في جسمها القديم، فوافقت ليسول وراحت على الشغل، ولقيت كانج قاعدة مستنياها وقالت لها إن هيون ملكها ومش هتتخلى عنه أبدا، وأول ما وصل هيون ونزلت لقيت مون، فطلبت منه ما يحاولش يبقى صديق قوة أبدا لأنها مش بتحبها، لكن طبعا مون ما عملتش بنصيحتها، وأول ما طلع جمع كل الموظفين علشان يمارسوا رياضة في الاستوديو اللي بيجهزه، وقال لهم إنه
إنه هيخلصهم من كل التوتر العصبي اللي حاسين بيه. لكن دخل هيون وطلب منهم يرجعوا لشغلهم فورا، وقال لهم إنهم هيفضلوا سهرانين في المكتب طول الليل ومش هيروحوا غير الساعة 9 الصبح. وكانت أكبر مشكلة بتواجه لسول هي إن نسبة الكافيين هتختفي من جسمها وهتظهر تاني بشكلها الحقيقي قدامهم كلهم، وطبعا دي هتكون مشكلة كبيرة. فكان كل همها إنها تخلص الشغل بسرعة جدا. وفعلا بعد وقت معين بدأت الساعة تديلها إنذار، وكان فاضل 5% بس من نسبة الكافيين في جسمها، فاتسحبت علشان تمشي. بس هيوم مسكها وعشان تتهرب منه قالت له إنها ما بتقدرش تتحمل الضغط الكتير والمواعيد النهائية للاستلام، وسابته وطلعت تجري. وهو كان هيروح وراها لكن العربية تعطلته، فرجع المكتب وهو متضايق. ولسول فضلت واقفة تحت الشركة مترددة إذا كانت تطلع بشكلها الحقيقي لهيون وتساعده في الشغل ولا تتجاهل الموضوع، لحد ما شجعت نفسها وطلعت المكتب وقالت إن قوة اتصلت بيها وطلبت منها تكون مكانها، بس هيون طردها بره المكتب ورفض يسمع منها أي كلمة. فدخلت وراه المكتب وقالت له إنها غلطانة إنها كذبت عليه، لكن القصة دي برضو مهمة ليها زي ما هي مهمة عنده، وترجته يسمح لها تخلص حتى الحلقة الأولى. وفي اللحظة دي دخل المساعدين وقالوا له إنه كانج بتتصل كل دقيقة تسأل إذا كانوا جهزوا الحلقة الأولى ولا لا، فلازم يخلوا لسول تساعدهم علشان يلحقوا. اضطر هيون انه يوافق، فدخلت لسول على مكتبها وبدأت تكمل تلوين وهي فرحانة جدا. وفضلوا شغالين طول الليل لحد ما النهار طلع عليهم وناموا في مكانهم. فصحوهم هيون وقال لهم ان الفطار على حسابهم، وطلب من لسول تتصل بقوة وتطلب منها تيجي في أسرع وقت وتستعد للعقاب بعد ما فطرت معهم. وجريت على الكافيه ولأنها ما نامتش طول الليل فكانت مش عارفة تفتح عينيها. بس أول ما شافت جين اختارت نوع القهوة اللي هتشربه النهاردة وقالت الكلمات السحرية وشربتها على طول. وهي في الطريق للمكتب لقيت مجموعة ناس متجمعين حوالين واحد بيتخانق مع ست كبيرة. قربت منه واتخانقت معاه، ولأنه شخص مجرم كان لسه هيضربها، بس هيون وصل وبعدوا عنها وبقت خناقة كبيرة. ولحسن الحظ كانت الشرطة معدية، فهرب المجرم بسرعة. ولسول قالت للعجوزة انها هتشتري منها كل الحاجات اللي معاها، واخدها هيون بعدها علشان يتغدوا مع باقي الفريق. وكانج كانت هناك فوزعت لسول على كل الموجودين الخضار اللي اشتريته من العجوزة، وقعدوا كلهم يلعبوا ويتحدوا بعض، وخصوصا لسول وكانج. وفي اخر اليوم وقفت كانج وسألت هيون عن حقيقة مشاعرها، فقال لها انه بيعتبرها صديقة وبس. فطبعا اتعصبت جدا عليه وكانت عايزة تضربه كمان، بس يمون بعدها على طول. ورجع هيون للباقيين. ولسول اول ما شافت كانج ماشية شافت ان دي فرصة علشان تكمل السهرة من غيرها، لكن فجأة لقيت نسبة الكافيين بتقل بسرعة جدا. واول ما هيون قام علشان يرد على مكالمة تليفون جريت هي كمان ومشيت. والكل لاحظ انها دايما بتختفي عند الساعة 12 وكأنها سندريلا. ولسول خلاص رجعت البيت، بس اللي جال ادت لها فلوس وطلبت منها تروح لأي مكان. فراحت لسول لكافيه القهوة وحكت للشيف ان وقت ما كانت صغيرة كانت في الاسانسير مع جدتها، وقبل ما يتحركوا دخلت واحدة فبدأ انذار الوزن الزايد يرن ومحدش من الموجودين خرج. فاخدتها جدتها وخرجت واعتذرت للكل. ومن يومها ولسول بقت حاسة ان في حاجة غلط فيها وان حاجة طبيعية الناس تتضايق منها وهي كمان تعتذر. فصعبت جدا على جين وادالها بطانية وطلب منها تنام وترتاح. وتاني يوم لقاها سايباله رسمة وكلمة شكر، وخرجت طبعا بعد ما شربت القهوة. ولما وصلت المكتب عرفوا ان الحلقة نزلت وحققت نجاح كبير. فطلب منها هيون تروح معاه لمكان معين، وده كان مستشفى، والمفروض انهم يعملوا استفتاء عن اكتر حاجة الناس بتحبها في قصص الرسوم المصورة. وهيون بيصور المكان علشان الحاجات دي تدي لهم افكار للحلقة. وراحوا كمان بعدها السوق وقعدوا ياكلوا مع بعض. فقال لها هيون ان دايما بيحس ان ذوقها هي ولسول زي بعض، فغيرت لسول الكلام على طول قبل ما يكشفها. وفي اخر اليوم وصلها بعربيته وشافتهم كانج فاتضايقت جدا وطلبت منها تمشي معاها. بس لسول لاحظت ان نسبة الكافيين بقت 9% وكانت عايزة تمشي بسرعة، فاخدتها للكافيه السحري وشاورت للشيف علشان ما يقولش اي حاجة. ونسبة الكافيين وصلت ل 2%. ولسول مش عارفة ازاي تخرج من الموقف ده، فحطت وش كانج في التورته اللي طلبها وسابتها وطلعت تجري على الحمام. وطبعا كانج اتضايقت جدا وقالت انها هتدمرها، ودخلت الحمام تنظف نفسها فلقت لسول بشكلها الحقيقي جوه. فطلبت منها تبلغ قوة انها مش هتعدي اللي حصل ده ابدا على خير. اما هيون في الوقت ده فكان قاعد في بيته بيفكر في قوة وبيتفرج على كل الصور اللي صورها لها. وتاني يوم راح الشغل من بدري علشان يشوفها، وفعلا وقفت لسول تتكلم معاه. فدخلت كانج واتعصبت عليها، وعلشان لسول تهديها قالت لها ان عندها استعداد تسيبها تضربها. وفعلا كانج كانت هتضربها، بس هيون مسك ايديها وطلب
وطلب منها تكون بني آدمة محترمة في المكان. فاتضايقت جدا كانج ومشيت، بس كان هيون متعصب وعمل اجتماع للفريق، وكان مش عاجبه شغلهم لحد ما لسول قالت له إن لازم يبطل عصبية. فأخدها بعيد عن الكل وقال لها إن كانج تبقى نائبة الرئيس وهي المسؤولة عن موقعهم على شبكة الإنترنت وأول قارئة ليهم، يعني مهمة جدا. ولسه لسول بتحاول تفهمه إن كانج سيئة جدا، ما سمعلهاش وسابها ومشي. لكن طول الوقت كان متضايق إنه كلمها بالطريقة دي، وخرج يتمشى علشان ما يفكرش كتير، بس برضه كان متضايق. فراح لصالة الكاريوكي واتصل بلسول علشان تجيله، وقال لها إنها الوحيدة اللي بيقدر يتكلم معاها براحته ومن قلبه. وفجأة نام وحاولت كتير تصحيه بس ما كانش بيصحى. فشالته ورجعته البيت واكتشفت إنه غير رقم قفل الباب، وحاولت تدخل أرقام كتير بس ما عرفتش. فأخدته لبيتها ولقيت رسالة من ليجال إنها مسافرة اليوم ده. فارتاحت لسول إن مفيش حد هيضايق هيون. وأول ما صحيت تاني يوم شافت صورها وهي رفيعة والرسومات اللي شغال عليها. فطلعت هيون برا البيت بسرعة وخبت كل حاجة ودخلته تاني، وقعد يفطر معاها وسألها إيه اللي وصله لبيتها. فحكت له على كل حاجة حصلت من بعد ما اتصل بيها. وخرجوا بعدها قعدوا في الحديقة وسألها ليه سابت الشغل. فقالت له إن عندها عيوب كتير على عكس قوة. فقال لها إن مش هي لوحدها اللي عندها عيوب، وحكى لها موقف حصل له من 4 سنين لما القصة بتاعته اترفضت ومع ذلك ما استسلمتش، وطلب منها هي كمان ما تستسلمش وهتبقى مؤلفة أفضل منه، وعرض عليها إنها تكون معاه يوم تجمع مؤلفين القصص المصورة. فراحت لسول الكافيه وهي بتفكر في كلامه وحست إنه مهتم بيها، لكن برضه طلبت القهوة وغيرت شكلها القوة. وقبل ما تروح الشغل لقت ليجال جاية منهارة من العياط، فأخدتها ودخلت الكافيه وحاولت تهديها بعد ما عرفت إنها انفصلت عن خطيبها، وقالت لها إنها هتعمل لها شوربة مخصوص علشان تهديها. وراحت على السوبر ماركت واشترت المكونات بسرعة وهي متضايقة جدا. وهيون أول ما عرف إنها موجودة في السوبر ماركت راح علشان يقابلها لأنه بدأ يعجب بيها، وكان عايز يعتذر لها ويطلب منها ترجع تاني الشغل بعد الكلام القاسي اللي قاله لها. وفعلا وصلها بالصدفة وهي واقفة مع نفس الشخص اللي اتخانقت معاه قبل كده، وهي بتدافع عن الست العجوزة. وفضلت تهرب منه هو وصديقه ويجروا وراها. فساعتها هيون وحدف عليهم عربية التسوق، بس في الآخر حصرهم من كل اتجاه. فضربهم هيون وأخدها وهرب بسرعة، بس قبل ما يخرج من السوبر ماركت وقفهم الأمن وسلموهم للشرطة. وكان حظهم حلو لأن المجرم وصديقه كانوا مطلوبين لأنهم متهمين بالسرقة. فاتقبض عليهم وخرجت لسول وهيون. وطبعا الوقت كان اتأخر وحسوا بالجوع فراحوا للمطعم، وهناك سألته لسول عن سبب وجوده في السوبر ماركت في وقت زي ده. فقال لها إنه كان رايح يشتري حاجات علشان يجهز بيها شوربة، فافتكرت الشوربة اللي المفروض تجهزها ليجال وقالت له إنها تمشي فورا. فراح معها لمحطة الأتوبيس وكان بيشجع نفسه علشان يعتذر لها، لكن في النهاية طلب منها ترجع تاني الشغل. وهي ركبت الأتوبيس على طول فرجع البيت وهو مش عارف إذا كانت هترجع فعلا ولا لا. أما لسول فرجعت البيت وجهزت الشوربة ليجال وقعدوا أكلوا مع بعض. وتاني يوم خرجت من بدري فاتصل بها والدها علشان يطمن عليها، والمرة دي لقاها في حالة أحسن بكتير. وقررت لسول إنها ما تشربش القهوة علشان تخرج مع هيون في ليلة تجمع مؤلفين القصص. وطبعا بكده ما قدرتش قوة إنها تروح المكتب. فكان هيون متضايق جدا، بس هي كانت بتجهز نفسها علشان تبان يعني بشكل جميل وساعدتها ليجال. وراحت لسول بعدها الكافيه وطلبت عصير. فاستغربت جين إنها جميلة ومشرقة النهاردة، واتصل بها هيون وطلب منها تستعد علشان يعدي عليها. وقال لها جين إنه هيحقق أمنيتها وخلاها تقول كلمات سحرية. وبعدها وصل هيون أخدها زي ما قال لها وراحوا الباقي الكتاب وسابها وراح يقابل باقي أصحابه. فوصل القائد والمنتج وفضلوا يتنمروا عليها زي كل مرة. ولاحظت لسول إن هيون اتأخر عليها فقامت تدور عليه ولقيته واقف مع كانج وسمعتها وبتقول إنه أحرج نفسه لما جه مع واحدة زي لسول. فقال لها إنها تخينة فعلا. ولسول أول ما سمعت كده حست إن قلبها اتكسر وخرجت يا عيني وهي بتعيط من غير حتى ما تسمع باقي الكلام. واتصل هيون بيها كتير لكنها خلاص ما بقتش ترد عليه. فلقيته راح لها عند البيت وسألها ليه مشيت وقفلت تليفونها. فقالت له إنها مش عايزة تكون مساعدته تاني ولا حتى تكتب أي حاجة. وسألها لو كان ضايقها في أي حاجة. فقالت له إنها بتمر بوقت صعب بسببه ومش عايزة تتكلم أكتر من كده وطلبت منه يمشي. وفعلا مشي هيون وهي طلعت البيت وهي مش عارفة تمسك دموعها. وسألتها ليجال إيه اللي حصل. فقالت لها إن مش مهم بالنسبة لها أبدا إزاي الناس كلها شايفاها، لكن المهم هو رأي هيون. لكن في الآخر هو كمان طلع شايفها مجرد بنت تخينة. وفضلت تعيط وحتى إنها رفضت تاكل. وتاني يوم راحت الكافيه وطلبت القهوة وشربتها وهي بتقول الكلمات السحرية. وراحت الوكالة وهي في منتهى
منتهى الجمال والشياكة. وقفت استنت هيون ووعدته إنها هتشتغل بجهد أكبر، وأخدها وطلعوا المكتب، ولقى لسول والقائد والمنتج مع باقي الفريق وكانوا بيختاروا مساعد جديد. بس هيون أول ما وصل قال لهم إن لسول خلاص سابت الشغل وقوة هي اللي هتمسك مكانها. وبدأت بعدها اجتماعات الفريق، بس كانج كانت طول الوقت بتضايق قوة بالكلام ومش سايبه لها مساحة أبدا. ولاحظ هيون التوتر اللي حاصل فادالهم استراحة 10 دقايق. فخرجت قوة تجيب قهوة ولقيت مون قاعد، ففضلت قاعدة معاه تهزر وتتكلم. وهيون اتضايق لما شافهم متضايق جدا وطلب منها ترجع الشغل فورا. وبعد ما خلصوا اجتماعات اتصل والد لسول بيها وعرفها انه جاي علشان يطمن عليها، فكانت مش عارفة ازاي تروح له وهي بالشكل ده، فطلعت تجري وقعدت على جنب وطلعت صور هيون علشان قلبها يدق بسرعة ومعدل الكافيين يقل. وجربت تجري وتلعب رياضة، وفي الآخر راحت الكافيه علشان جين يساعدها، فقال لها انه لسه قدامها وقت طويل ومعدل الكافيين بيقل مع الوقت مش مع المجهود. فكانت مش عارفة تتصرف ازاي لحد ما جات لها فكرة ورجعت بسرعة بيتها ولبست حاجات كتير فوق بعضها علشان تبان تخينة. بس اللي جال قالت لها انها لسه رشيقة، فاخدتها لسول وراحت للمكان اللي والدها مستني فيه وطلبت منها تهتم بوالدها، وفي المقابل هتدور لها على صديق جديد، وطلبت منها تقضي معها اليوم لحد ما ترجع تاني يوم لشكلها الطبيعي. فوافقت لجال، لكن اول ما دخلت المكان وقعدت معاه مشيت على طول واضطرت لسول انها تقرب من ترابيزة والدها، لكن اكتشفت انه مش موجود بصحيح. لكن بعت لها شخص يتعرف عليها وطلب منها تشيل القناع اللي لابساه، وفعلا عملت كده وبينت له قد ايه هي جميله. وهيون كان موجود في نفس المطعم بالصدفه وشافها وهي بتتكلم مع الشخص ده وبتضحك معاه، وكان متضايق جدا وشافها كمان وهي بتركب معاه العربيه، فركب عربيته ومشي وراهم علشان يعرف رايحين على فين. ولقاهم راحوا المطعم تاني شيك جدا، فدخل قعد في الترابيزه اللي جنبهم لحد ما حس ان اللي بيعمله ده غلط ولازم يمشي. وفعلا قام لكن رجع تاني وقال لها ان النهارده الميعاد النهائي لتسليم القصه قوه. فاستغربت جدا لان دي مش حقيقه، لكن هي كمان كانت عايزه تخلص من العريس. فقامت مع هيون على طول وسالته عن سبب وجوده في المكان، فقال لها انه فعلا في ميعاد عمل، وكانت مستغربه ولسه هتتصل بباقي الفريق. فعمل نفسه بيتكلم مع المنتج وان بلغه بميعاد غلط. ففهمت لسول انه كان موجود علشانها، ولانها ما كملتش وجبتها مع العريس عرضت عليه انهم يتغدوا مع بعض، واخدته المطعم تاني واكلت كميه كبيره جدا من الاكل. فاستغربت انها اكلت كل ده، واتصل بيهم مون وطلب منهم يكملوا السهره عنده في المطعم اللي بيشتغل فيه. فراحوا له على طول، وكانت لسول ومون طول الوقت قاعدين بيتكلموا. فاتضايق هيون جدا، وساعة الكافيين ادت لها انذار، فكانت لسه هتعتذر لهيون وتمشي، لكن مون سحبها وخلاها ترقص معاه. فاتضايق هيون وخرج، ولما راحت وراه وسالته عن السبب اللي مخليه متضايق كده قال لها انه مش بيحب يكون موجود في مكان وحد يتجاهله. فاعتذرت له وقالت له انها لازم تمشي، لكن وقفها بالعافيه واعترف لها بحبه. بس هل العطله دي كلها هتخلي لسول ترجع لطبيعتها قدامه؟ ويا ترى هيكون رد فعله ايه؟ لسول طول عمرها انسانه واثقه في نفسها وبتواجه اي تنمر بابتسامه، وما كانتش بتهتم ابدا براي الناس فيها، وحتى رفضت انها تعمل اي عمليه تجميل او تكميم تخليها يعني تفقد الوزن الزياده اللي بيعرضها للتنمر، لحد ما حست انها خلاص مش قادره تستحمل. ووقتها ظهر قدامها كافيه بيبيع قهوه مميزه، ولما دخلت جربتها لقيتها قهوه سحريه خلتها تتحول لانسانه تانية جميله جدا ورشيقه. فقررت انها تستخدم جمالها وتكسب قلب الشخص اللي حبته طول عمرها وهو هيون، وفعلا نجحت في كده. بس يا ترى بعد ما يعرف حقيقتها هيسامحها ولا مش هيقدر؟ وخصوصا ان اكتر حاجة بيكرهها هي الكذب. وعشان نعرف الاجابة لازم نتابع احداث الجزء الثاني، خليكم معنا. وبعد ما هيون اعترف بحب لسيول كان مش فاهم رد فعلها، وعشان كده تاني يوم في الشغل كان بيتعامل معها بشكل رسمي وبيتجاهلها بعد ما سابته ومشيت من غير ما ترد عليه كلمة واحدة كويسة. وطبعا لسيول راحت له المكتب علشان تفهم ايه اللي بيحصل، لكن ما ادالهاش فرصة تقول اي كلمة، واعتذر لها لو كان ضايقها باعترافه لمشاعره، وقال لها انه كان بيهزر مش اكتر. فاستغربت جدا من كلامه، خرجت على طول وهي بتفتكر قد ايه كانت فرحانه بعد ما رجعت من الحفله، لدرجه انها ما عرفتش تنام بالليل. وقررت انها تفضل جميله طول اليوم علشان ياخد باله منها اكتر. وتاني يوم وهي بتختار القهوه بتاعتها قالت للشيف انها خايفه جدا لان ساعات العمل بقت بالليل اكتر، فقال لها ان لازم تخلي بالها. وفاقت لسول من ذكرياتها وراحت تطلب قهوه، وكانت مستغربه جدا من تصرفات كانج معها لانها كانت لطيفه جدا ومش بتضايقها زي ما كانت بتعمل دايما، وده حاجه كانت مخوفه
مخوفاها، بس كانج قررت إنها ما تركزش معاها وتخلي تركيزها كله على هيون وبس، وجابت له كرافتة هدية وطلبت منه يلبسها وهم خارجين مع بعض. لكن طبعا هيون قابل هديتها بمنتهى البرود وعدم الاهتمام، فاتضايقت وراحت لمون علشان يهديها، فسألها هي ليه مهتمة بهيون، فقالت له لأنها بتحبه والمفروض ما فيش حد يكون جنبه غيرها، وقدمت لمون كمان هدية ومشيت على طول. أما باقي الفريق فكانوا متضايقين بعد ما عرفوا إن ليسول مش هتشتغل معاهم تاني، واتصلوا بيها وقالوا لها إنهم محتاجينها ومش عايزين يبعدوا عنها أبدا. وبعد ما خلصت المكالمة معهم رجعت على المكتب على طول، وهيون حاول يتمالك أعصابه بس برضه كان عايز يفضل جنبها، فراح تابع رسمها وسألها ليه بتربط إيديها بالقلم، فقالت له إن ده وعد وعدته لنفسها بأنها مش هتشيل الرباط غير لما رسوماتها تتحسن، فاستغرب لأن ده كان نفس كلام ليسول. فقالت له إن هما الاتنين أصدقاء وطبيعي جدا إن كلامهم يكون شبه بعض. وبعد ما خلصت شغل ورجعت لشكلها الأصلي اتصلت بالمساعدين وقابلتهم واتفاجئت بليجال جاية تقعد معاهم علشان تلفت نظر دونج ليها لأنها كانت معجبة بيه، ودونج كان متضايق منها جدا بس كمان محروق يطلب منها تبعد عنه، وفضل يشاور لليسول علشان تتصرف وتخلصوا من الموقف ده. وفعلا قامت ليسول علشان تبعدها، لكن ليجال بعدتها بقوة ومسكت في ايد دونج وما سابتهمش ابدا. اما هيون فما كانش معاها في الخروجه دي لانه كان متوتر وشايف قوة قدامه في كل مكان، ولما جاي ياخد المهدئ بتاعه اكتشف انه خلاص خلص، فنزل الصيدليه وبالصدفه شاف ليسول لانها كانت بتشتري مسكن بعد ما رجلها اتلوت من الوقعه بسبب ليجال. بس اول ما شافت هيون سابته ومشيت على طول وراح وراها، ولانه كان عارف انها مش عايزه تكون معاه فادالها المسكن وسابها ورجع البيت على طول، بس كمان ما كانش حابب يتكلم مع حد خالص. ولما لقى مون عنده مشاه فاضطر مون انه يروح لكانج علشان يتعشى معاها، وكان طالب اكل كتير جدا علشان يفتح نفسها، لكن كانج كانت طريقه اكلها صعبه جدا وكل حاجه بتحسب السعرات الحراريه اللي فيها ومش بتستمتع ابدا بالاكل. فاتصل بهيون علشان يروح معاها المستشفى لانه من كتر ما كان شايف قوة قدامه في كل مكان حس بضغط نفسي كبير ومعدته تعبته جدا، وده نفس الكلام اللي الطبيب نصحه بيه بان لازم يبعد عن التوتر ويرتاح في البيت، فرجع نام. بس مون راح بلغ فريق العمل كله بمرض هيون، فراحت له قوة ومعاها اكل كتير علشان يتعشوا مع بعض، وقالت له انها مش هتسيبه لوحده ابدا بعد ما عرفت بمرضه. ففهم على طول ان مون بلغهم وطلب من قوة انها تمشي وما تتعبش نفسها، وحاول ياخد منها الطبق لحد ما وقع في الارض. وفجأة وصل اخواته البنات الثلاثة، فطلب من ليسول تستخبى بسرعة وخبى كل الاكلات اللي كانت جايبها وفتح بعدها لاخواته، وكانوا هم كمان جايين يطمنوا عليه بعد ما عرفوا انه مريض. لكن اول ما شافوا طبق الاكل وقع في الارض فهموا ان في بنت مستخبية لان هيون عمره ما جرب يطبخ ابدا، وفضلوا يفتشوا كل حتة في البيت لحد ما شافوها مستخبية في الحمام. وحاول هيون يفهمهم ان الموضوع فيه سوء تفاهم وان قوة مجرد مساعدته في المكتب مش اكتر، وكانت جاية بس علشان تطمن عليه لان ده واجب انساني لحد ما اقتنعوا. وطلعت اخته صور بنات كتير وطلبت منه يختار زوجة، فبدأ يتوتر وسابهم ودخل أوضة تانية واتصل بقوة علشان تجيله. وأول ما دخلت طلب منها إنهم يرتبطوا علشان إخواته يصرفوا نظر عن موضوع الجواز ده خالص، فوافقت قوة بس بشرط وهو إنه يسيبها تروح من الشغل بدري وتكمل شغلها في البيت. فوافق طبعا على طول، وخرجت قوة وقالت خبر ارتباطهم لإخواته، وعشان يتأكدوا من كلامهم حطوهم في جهاز كشف الكذب. وفجأة رن إنذار ساعة الكافيين، اعتذرت لهم قوة ومشيت على طول. وأول ما وصلت البيت بالتاكسي كان شكلها رجع تاني لطبيعته فترعب السواق. وتاني يوم راحت لسول الكافيه علشان تشرب القهوة بتاعتها، فشافها مون بالصدفة وفضل ماشي وراها علشان يهزر معاها زي ما كان بيعمل دايما، واستناها وهي خارجة من الكافيه. وأول ما لقاها قوة خاف جدا وكان هيقع، فلحقته. في اللحظة دي كان هيون بالصدفة في الطريق وسألهم ايه اللي بيحصل، فقال له مون ان في حاجة غريبة بتحصل. وقوة وهي خارجة كان في هالة ذهبية حواليها، فسكتته لسول بسرعة قبل ما يتكلم أكتر واخدته المكان بعيد وطلبت منه يهدى. بس مون طلب منها تفسير لكل حاجة بتحصل وازاي كان شايف قدامه لسول، ولما خرجت بقت قوة فاضطرت تعترف له بالحقيقة، وكان عايز يرجع لهيون بسرعة علشان يلحقه قبل ما يتجنن. بس لسول برضه منعته وطلعت محفظتها علشان توري له البطاقة بتاعتها علشان يصدقها. واول ما شاف المحفظة قال لها ان دي محفظة لسول واللي والدها صنعها مخصوص علشانها، وسألها ان كان عندها اختلال جيني او بتقدر تغير شكلها باكتر من مظهر، فقالت له انها هتفهمه كل حاجة بس لازم يوعدها ان يخلي الموضوع في السر. اما هيون فبعد اللي شافه رجع للمكتب وهو متضايق جدا، ولما لسول وصلت تجاهلته بكل الطرق، فدخل لمون وسأله على حاجات كتير جدا في حياته الاول، وبعدها سأله عن سبب وقوفه مع قوة بالشكل ده، فقال له مون انه اتصدم وكان هيقع وهي لحقته، وده كل القصة. ولما هيون سأله عن سبب صدمته افتكر مون وعده ليها وما لقاش كلام يقول له وهرب من قدامه بسرعة. ولسول اول ما شافته واقف مع المساعدين طلعت تجري عليه، فأكدت له انه مش هيحكي اي حاجة، فارتاحت شوية وسابتهم واقفين
مع بعض. وبعد ما اتجمعوا كلهم في اجتماع مع هيون، لاحظت إن هيون مش مركز معاهم أبدا، وده لأنه كان بيتخيل قد إيه أوا ومون بيحبوا بعض حتى وهما بيتفقوا على رحلة الشاطئ، وحاول يلغي الرحلة دي بكل الطرق بس معرفش، لأنهم كانوا مخلصين شغلهم وعاملين حسابهم علشان ما يعطلوش أي حاجة. وليسول كانت فرحانة مع الباقيين لحد ما افتكرت موضوع القهوة اللي لازم تشربه كل يوم، فطلعت تجري على الكافيه وطلبت من جين إنه يجهز لها قهوة تكفيها يومين. فقال لها إن مفيش حاجة اسمها كده، فقالت له إنها مستعدة تعمل له أي حاجة، وكان عنده زبونة معجب بيها فطلب منها تتكلم معاها وتعرف إذا كانت هي كمان معجبة بيه ولا لا. وفعلا ليسول راحت لها على طول وعرفت منها إن هي كمان معجبة بجين، ورجعت بلغته فكان هيطير من الفرحة ووعدها إنه هيساعدها. أما مون فكان قاعد مع كانج وحب يخليها مبسوطة، فاشترى لها وجبة صحية وهي طلعت تذاكر حفلة موسيقية غالية جدا. وأول ما اديتها له فرح إنه هيحضر معها الحفلة، لكنها قالت له إن لازم يروح مع أوا، فاتصدم إنه هيروح الحفلة مع ليسول. وباقي فريق العمل كان بيتغدى مع هيون، ولاحظوا إنه مون وأوا مش باينين، فتوقعوا إن في حاجة بينهم وإنهم خرجوا يتغدوا مع بعض. وطبعا الكلام ده وتر هيون جدا وسابهم ورجع المكتب من غير حتى ما يكمل وجبته. واتفاجئ دونج بليجال جاية تقعد معاه وعرضت عليه إنهم يخرجوا بالليل، ففضل يتهرب منها بأسباب كتير لكن من غير فايدة لأنها قررت ما تسيبش دونج أبدا. أما هيون فاستنى لآخر اليوم ورجع لأوا الوجبات اللي كانت جايبها له، وطلب منها تهتم بالشخص اللي هي عايزة تهتم بيهم وبس. فحست إنها متضايقة من كلامه ومشيت من غير ما تتكلم، وهو كان متوقع إنها خرجت علشان تقابل مون في موعد غرامي، والحقيقة إنه كان عنده حق لأنها فعلا راحت لمون المطعم بتاعه بس بعد ما شكلها رجع لأصله. وقالت له إنها بتعمل كل ده لأنها بتحب هيون جدا والوقت اللي بتقضيه معاه يبقى أسعد وقت في حياتها. ولما مون قال لها إن ما في السر بيدوم للأبد، قالت له إن قبل ما سرها يتكشف هتكون عرفت هيون الحقيقة، وترجته إنه يسيب لها الفرصة دي وما يقولهوش هو أي حاجة. فوافق مون وقام لشغله وهي صعبانة عليه جدا. وتاني يوم أخدته وراحت لكافيه القهوة وخلته يشرب هو كمان أي مشروب عايزه، لكن قبل ما يدوقوا حتى وصل هيون، فجريوا هما الاتنين استخبوا بس لأن السيول كان حجمها كبير، فطبعا هيون شافها وأخدها وخرجوا، وبعت لها رقم كاتب محتاج لمساعدة وقال لها إنها غبية علشان بعدت عنه، وطلب منها تبقى تتصل به وسابها ومشي. فاتصلت ليسول بالكاتب وعرفته إنها تبقى هيون واعتذرت لها مش هتقدر تشتغل معاه، ورجعت البيت حضرت نفسها علشان الرحلة، فترجتها لجال علشان تاخدها معها لكن ليسول رفضت. وتاني يوم شربت التركيبة اللي حضرها جين واتحركوا كلهم بعربية هيون، وفي الطريق اشتروا حاجات ياكلوها. ولما وصلوا المكان اتفاجئت ليسول ان جين واقف بعربية قهوة قدام المكان، وبكده هيقدر يقدم لها القهوة في ميعادها. وتاني يوم بعد ما اشتروا القهوة دخلوا المكان فاتفاجئوا بوجود مون وكانج، وطبعا هيون اتضايق لكن ما بينش، وبدأوا كلهم يستمتعوا بالمية في الشاطئ. وهيون كان طول الوقت بيبص على قوة وفرحان جدا، فجت له كانج علشان تقعد معاه، وعشان يهرب منها قرروا ينزل المية. فتخيلت ليسول انها معاه بشكلها الحقيقي وبيرسموا قلب على الشاطئ وبيكتبوا حروفهم، وفاقت من تخيلاتها اول ما شالوها ورموها في المية. والمفاجأة الأكبر إنه هم بيتمشوا على الشاطئ لقوا لجال هناك، ومن المفاجأة دونج أغمى عليه وأخدتها ليسول بعيد عن الكل وسألتها اللي عملت كده، ففضلت للرجال تترجاها إنها تبقى موجودة معهم علشان تحاول تقرب من دونج، ووعدتها إنها مش هتعمل أي مشاكل. واضطرت ليسول إنها توافق وأخدتها عرفتها على الكل، ومحدش كان مرحب بوجودها خالص، وخصوصا دونج اللي قرر إنه يحبس نفسه في أوضته طول ما هي موجودة معهم. لكنهم قالوا له مش لازم يكبروا المواضيع، واتجمعوا كلهم علشان يتغدوا مع بعض. وطلب كانج مامون إنه يغني وصمم يخلي قوة تشترك معاه، والكل كان فرحان جدا ما عدا هيون. واستنى لحد ما مون بقى لوحده وسأله كان بيحب قوة، ومون كان هيحكي له على كل حاجة بس افتكر وعده ليسول، فقال انه بيحب واحدة تانية وممكن يسأل قوة بتحب مين. بس قوة كانت قاعدة مع المساعدين وبتعتذر لهم على تصرفات لجال، واللي الكل كان متضايق منها علشان يعني شربت كل العصاير الموجودة. وعشان قوة تصالحهم خرجت تشتري مشروبات تانية، فادالها دونج مفاتيح عربية هيون وطلب منها ترجع بسرعة قبل ما يلاحظ ان المفاتيح مش موجودة. وفعلا راحت السوبر ماركت، بس في الوقت ده اكتشف هيون ان مش معاه المفاتيح، وراح سأل المساعدين، وليسول كانت خلاص اشترت كل العصاير وهي خارجة، واكتشفت انها راكنة في مكان غلط. والمرور اخذ العربية وساب لها ورقة بالمخالفات، فكانت هتتجنن ووقف تاكسي علشان تشوف العربية راحت فين. وهيون كان قلقان عليها جدا هو كمان، وركب تاكسي وخرج يدور عليها، وكان خايف تكون عملت حادثة، بس شاف المخالفة في الأرض وميدالية المفاتيح كمان، فركب وراح للمكان اللي في العربيات.
ولقاها بتحاول تنط السور، فقال لها ان في الوقت متأخر وما كانش ينفع تخرج لوحدها وانه كان خايف عليها جدا، وعشان تهدي اعصابه ادت له ميه واعتذرت له انها دايما بتسبب مشاكل، بس هو فهمها انه قلقان عليها لانه بيحبها وانهم لازم يرتبطوا. فرجعت معها الفندق، وتاني يوم جهزوا كلهم شنطهم علشان يرجعوا تاني على بيتهم. ولسول طول الوقت كانت فرحانه جدا، وحكت للرجال انها لما وصلت لموقف السيارات رجعت تاني لشكلها الحقيقي لان نسبه الكافيين اللي في جسمها اختفت. بس جالها الشيف وقدم لها فنجان قهوه وانقذها قبل ما هيون يوصل، وحكت لها كمان على الكلام اللي حصل بينهم وكانت فرحانه جدا. واتصل بها هيون وفضل يكلمها طول الليل، وتاني يوم رجع كل واحد على بيته. ولما هيون وصل المكتب الكل لاحظ انه مختلف ووشه مشرق وباين عليه الفرحه، وطبعا ما قدرش يخبي الخبر على مون، بس مون طلب منه ما يقولش لحد. وخرج بعدها لاجتماع الفريق، بس ولا هو ولا قوة كانوا مركزين. فدى 5 دقايق استراحه وشاور لها علشان تقابله، وشربوا القهوه مع بعض. لكن كانج لما شافته افتكرت انه بيشاور لها هي وراحت وراه. ولما قوة وصلت اتعصب عليها هيون علشان ما حدش يفهم اللي بينهم، وراح قعد في مكان بعيد علشان تقدر تروح له، وفضلوا يتكلموا كتير مع بعض. ولما رجعوا للاجتماع مرة تانية كانوا طول الوقت مبتسمين. وأول ما رجعت البيت اتصلت بيه واتفقت معاه إنهم يخرجوا تاني يوم. وفضل هيون يدور كتير علشان خروجتهم تبقى ناجحة ويقدر يفرحها، وتخيل إن اليوم هيعدي جميل جدا، وكان متوتر لدرجة إنه معرفش ينام. وتاني يوم من بدري أخدها بعربته، بس كل الخطة اللي كان حاططها فشلت بسبب المطرة اللي ما كانش عامل حسابها. وقرر إنه يوديها السينما، وهناك سمعت بنتين بيتنمروا على شخص عنده زيادة وزن وهو قاعد بياكل فشار، فرجعت لهم واتخانقت معاهم فأخدها يوم بعيد. ولسه بيهديها اكتشف ان مون وكانج هم كمان موجودين في نفس السينما. واول ما مون شافهم حاول يشغل كانج على قد ما يقدر وطلب منهم يهربوا بسرعه، فطلع يجروا وحس هيون انه بوظ اليوم خالص، واعتذر لقوة بس هي كانت متقبله الموقف وطلبت منه يوصلها المكتب. ولاحظ ان في جرح في رجلها، فقال لها انه هيوصلها البيت بس هي اترعبت وقالت له ان مفيش داعي. ولما لقيته اتضايق فهمته انها ساكنه في مكان بعيد جدا عن الشغل، وعشان كده هي قاعده مع ليسول، وكان عايز يعوض الوقت معاها وعرض عليها انهم يخرجوا تاني يوم. فرفضت وقتها واتضايق جدا وسابها ورجع لعربيته. فاتصلت بتاني وقالت له انه لازم يرجع لها بسرعه، وفعلا راح لها فلبسته مريالة المطبخ علشان يطبخوا مع بعض. وفجأة سمعت صوت والدها فطلبت منه هيون انه يستخبى بسرعه، وخرجت استقبلت والدها وقالت له انها تبقى صديقه ليسول، واتصلت برجال علشان تنقذ الموقف. وفعلا وصلت، بس قبل ما تخرج معاه شاف والد ليسول هيون ووقف اتعرف عليه وفرح جدا انه الكاتب المشهور. واخدوا قعدوا لوحدهم واتكلموا مع بعض، وطلب منه يخلي باله من ليسول كويس. وراح بعدها لمحطة الأتوبيس، ولأن الوقت اتأخر فأول ما ليسول رجعت لشكلها الحقيقي طلعت تجري عليه علشان تودعه. فكانت متضايقة وحست إن حياتها بقت مليانة بالفوضى والتوتر. فراحت اتكلمت مع جين وحكت له على اللي حصل، فطلب منها تكون مبسوطة وتحسن استخدام القوة. وتاني يوم راحت الكافيه علشان تشرب القهوة، وكان معاها لجال. وقبل ما تمد ايديها أخدت لجال فنجان القهوة وشربته بسرعة وهي بتقول الكلمات السحرية، وكانت فاكرة إنها هتبقى في منتهى الجمال وهتعجب دونج. لكن انتهى بها الحال إنها بقت واحدة عجوزة. وقال لها الشيف إن ده رقمها لأن القهوة كانت معمولة مخصوص لليسول. وليسول كانت حزينة جدا لأن النهاردة يبقى عيد ميلاد الكاتب وكان لازم تحضر الاحتفال معاه. وطلبت من جين إنه يجهز فنجان قهوة تاني، بس هو فهمها إنه ما بيقدرش يعمل غير فنجان واحد في اليوم. وقعدوا كلهم يفكروا في حل للمشكلة الكبيرة اللي وقعوا فيها دي، وخصوصا إن جين قال لها إن ممكن ما ترجعش لشكلها الطبيعي مرة تانية. وقال كمان لليسول إنها لازم تاخد الهدية وتروح لهيون وتقضي معاه عيد ميلاده وتكون صادقة، لأن المهم هو الجوهر مش الشكل الخارجي. وكانج في الوقت ده كانت مع هيون بتحضر المكان بالزينة علشان الاحتفال. وليسول وهي في الطريق قررت انها تجهز نفسها بحاجة افضل. فالكل وصل الاحتفال وهي وصلت متأخر وكانت محروجة جدا، بس افتكرت كلام جين وقررت انها تشجع نفسها وتدخل، خصوصا انها سمعت هيون وهو بيقول انه هيعرفهم بحبيبته النهارده. وسابهم وخرج يتصل بيها علشان يطمن عليها. فخرجت ورا كانج وهو علشان ما يتكلمش معاها. رجع المطعم بسرعة واتفاجئ بوجود ليسول وقال ان حبيبته هتتأخر شوية. فاتضايقت كانج ومشيت ونادى مون على ليسول وقال لها ان ما ينفعش تسيب هيون مستني قوة اكتر من كده ولازم توفوا بعضها وتعرفوا الحقيقة. بس برضه ما كانش عندها الشجاعة. ولما هيون سألها عن صديقتها قوة قالت له انها مريضة من امبارح وعشان كده ما قدرتش تيجي. ومن ناحية تانية ليجل رجعت لشكلها الحقيقي، فخرجت لدونج وقالت له انها معجبة بيه، لكنه قال لها انه مش مهتم بيها ومش عايز يعرفها تاني وسابها ومشي. ففضلت ماشية تعيط في الشارع لحد ما كانت هتقع. فلحقها جونج ووصلها البيت. فلقيت هيون جاي يسأل على قوة، فقالت له انها مش موجودة اصلا ودخلته علشان يتأكد بنفسه. فاتصدم
واتصدم انها ما كانتش جنبه في يوم مهم زي ده، وخصوصا انه كان ناوي يطلب منها الزواج وكان محضر الخواتم. ولسول لما رجعت البيت كانت طول الوقت بتفكر ازاي ممكن تصارحه بالحقيقه، لدرجه انها لما نامت حلمت انه بيقول لها ان مون مش هيسامحها ابدا. فقررت انها تحتفظ بالحقيقه دلوقتي. وتاني يوم شربت القهوه وراحت على المكتب، فلقت المساعدين محضرين هدايا وكلمات تهنئه بعيد ميلاده، فشكرهم هيون بس كان باين عليه انه حزين. فحاولت قوة انها تعتذر له بس هو ما ادالهاش فرصه بعد ما عرف انها بتكذب عليه وانها ما كانتش في البيت ولا تعبانه، ومش هو لوحده اللي كان متضايق لكن مون كمان، واللي كان بيحب كانج جدا وشايف انها انسانه طيبه وتستحق انها تتحب. وفضل حابس نفسه في اوضته ومستنيها تكلمه. اما باقي فريق هيون فكانوا بيجهزوا الحلقه علشان تتذاع، وفضلوا يشتغلوا لساعات طويله، ولما قربوا يخلصوا اتفاجئت قوة ان فيروس وصل لجهازها ومسح كل حاجه عليه. ولما سالها هيون عن النسخه الاحتياطيه قالت له انها نسيت تحتفظ بيها، فاضطر هيون يعتذر عن نشر الحلقه لاول مره وتعصب عليها وسابها وخرج. وهي فضلت تعيط بسبب احساسها بالذنب لانها ضيعت مجهود زمايلها مع انهم قالوا لها ان اي حد بيغلط واكيد هيعوضوا اللي فات. وكانج كانت بتتفرج على تصميمات الرسم واستغربت انه كلها ممضيه باسم ليسول مع ان ده المفروض رسم قوة، لحد ما وصلت لفكره ان ليسول هي اللي بترسم من ورا الكواليس وقوة بتاخد منها الصور. وراحت لبيت ليسول وراقبتها لحد ما دخلت الكافيه وخرجت وهي قوة وطلبت منها تقول الحقيقه، فقالت لها ليسول انها بتشرب قهوه سحريه وهي اللي بتغيرها بالشكل ده. وفي البدايه ما كانتش كانج مصدقه، لكن بعدها لما شافت حركاتها اتاكدت ان هما الاتنين فعلا واحد، وقررت انها تعرف هيون كل حاجه. فترجتها ليسول ما تعملش كده، بس كانج ما سمعتش الكلام وسابتها وراحت له بيته. بس هو كان وصل المكتب خلاص، وليسول راحت له واستجمعت شجاعتها علشان تعرف الحقيقه، فلقيته بيعتذر لها لانه اتعصب عليها وكمان لانه استعجل في اعلان علاقتهم، ووعدها انه هيمشي معاها خطوه خطوه. والكلمات دي خلت ليسول ما تقدرش تعترف باي حاجه، وخرجت معاه للمكتبه وكل ده وكانج بتدور عليه ومش عارفه توصل له ابدا، لحد ما اتصلت بيه وقتها اتوترت ليسول وافتكرها هيون متضايقه منها، فمرضاش يرد على الاتصال وقال لها انه هيبعد عن اي شخص مش بتحبه، وقفل تليفونه خالص. وهي كمان قفلت تليفونها وقررت انها تستمتع معاه باليوم وبعدها تعترف له بالحقيقه. بس كانج ما كانتش عايزه تستسلم وقالت انها هتفضل تدور عليها لحد ما تكشفها قدام هيون، وراحت للجال على امل انها تعرف منها اي حاجه علشان يبقى معاها اثبات وهي بتقول الحقيقه. بس لجال اتعصبت عليها وكانت هتتخانق معاها، فسابتها كانج ورجعت لعربيتها ولقت رساله من مون بيقول لها فيها ان عنده تجربه اداء، بس برضه قررت انها ما تهتمش وتكمل رحله بحثها عن هيون وليسول. وطبعا دي حاجه ضايقت مون جدا لانه كان نفسه تكون جنبه. وراحت كانج كمان للكافيه وطلبت من جين انه يفسر لها كل حاجه وكمان يعرفها المكان اللي ليسول مستخبيه فيه، فاكد لها انه ما يعرفش مكانها خالص. وليسول وهيون كانوا بيتنقلوا بين الاماكن ومبسوطين جدا بالوقت اللي بيقدموا مع بعض، بس برضه ليسول كان بالها مشغول ومش عارفه اذا كانت هتقدر تخرج معاه مره تانية ولا لا وتكون جنبه، ودي هتكون اخر مره يشوفوا بعض فيها. وفي اخر اليوم وهو بيوصلها طلبت منه يتكلموا الاول لانها عايزاه في حاجه مهمه، واخدته للمطعم اللي بيشتغل فيه مون وسالوا عليه لكن ما كانش موجود. فبدات ليسول تستجمع شجاعتها علشان تعترف، لكن في اللحظه دي دخلت كانج وقالت بعلو صوتها انها بتخدعه، فتوترت ليسول جدا وعلشان هيون يهديها مسك كانج من ايديها وخرجها بره المكان وقال لها انها اكيد مجنونه ومش في وعيها. بس كانج اكدت له ان ليسول تبقى قوه، ولما ما صدقهاش قالت له ان هما الاتنين مش بيظهروا مع بعض ابدا، وحكت له ازاي ليسول بتتحول لقوه، بس هو ما صدقش ولا كلمه. فقالت له ان لازم يروح الكافيه ويتاكد بنفسه طالما انه مش مصدقها. فسابها ورجع المطعم بس لقى قوه مش موجوده، وصاحب المطعم عرفه الاتجاه اللي مشيت فيه، فراح وراها وشافها وهي بتجري ففضل ماشي وراها علشان يعرف سبب هروبها ويطمنها، ولقى هاله اتكونت حواليها وتحولت لشكلها الحقيقي، فاتصدم ووقف على جنب. ورجع بعدها لعربيته وافتكر كلمات كانج وعرف انها ما كانتش بتكذب عليه، وقالت له الحقيقه. ولقى قوه بعتت له رساله بتعتذر له فيها انها مشيت بسرعه لانها حست انها تعبانه، وهيون ما كانش عارف يرد يقول ايه. اما كانج فكانت ماشيه في الشارع متضايقه جدا ومش مركزه بعد ما هيون ما صدقهاش، فعدت عربيه وكانت هتخبطها ومن كتر الخوف اغمى عليها من غير ما العربيه حتى تلمسها، ونقلوها جري على المستشفى. فلقت مون جاي يطمن عليها مع انه كان زعلان منها. وبنرجع تاني لسول اللي كانت مش عارفه تنام، ولجال بدل ما تقف جنبها وقالت لها انها بتحقد عليها لانها عايشه بسعاده مع حبها الاول وجميله وبتلبس اللي هي عايزاه على عكسها، فسابتها لسول وخرجت وفضلت نايمه قدام الكافيه لحد ما فتح تاني يوم. وقالت
وقالت للشيف إنها مش هتشرب القهوة تاني أبدا، فقال لها إنه جهز لها النهاردة فنجان مختلف لو شربته هتقدر تعيش باقي حياتها وهي قوة ومش هترجع تاني لشخصية ليسول. ففضلت ليسول تفكر وهي محتارة ومسكت فنجان القهوة وكانت هتشربه، بس هيون وصل وطلب منها تستنى وأخدها علشان يتكلموا بعيد عن جين، وقال لها إن امبارح ما قدرش ينام من كتر التفكير في اللي حصل، وهي اعتذرت له وقالت له إنه كان نفسها تبطل لكن ما قدرتش، ومع الوقت حست إن قوة هي شخصيتها الحقيقية. فسألها هيون ليه خدعته وغيرت شكلها، فقالت له إنها عملت كل ده بسببه علشان يقدر يتقبلها، لأن عمره ما حس بيها غير بعد ما غيرت شكلها وفضلت تعيط. فسابها هيون ومشي، وهي فضلت تقول إنها ما كانتش المفروض تشرب القهوة من البداية، وقالت للشيف إن شخص محتال خلى شكلها حلو لكن بقت إنسانة جشعة، فرد عليها وقال لها إن هي اللي اختارت كده من البداية. ففضلت ماشية في المطر وهي بتعيط، وهيون كمان كان نفس حالتها، ورجع لأمون قاعد مستنيه واعتذر له لأنه ما قدرش يعرفه الموضوع، وكان سايب فرصة ليسول إن هي اللي تعترف بكل حاجة. وتاني يوم كان سايب له هدية وكاتب عليها برضه كلمة اعتذار، وعرفه إنه قرر يبعد عن الكل. أما ليسول فرجعت الكافيه وقالت للشيف إنه كان عنده حق لأنها اختارت من البداية، والنهارده جاية علشان تشرب آخر فنجان قهوة، وقالت له إن الفترة اللي فاتت كانت عبارة عن حلم جميل وعشان كده ما كانتش عايزة تصحى منه أبدا. وبعد ما خلصت فنجان القهوة قامت علشان تخرج، بس الشيف ندى عليها وقال لها إن قبل ما تحبي أي حد لازم تحب نفسها الأول. فوقفت قدام المراية وهي فرحانة بشكلها، وراحت المكتب ونظفت المكان كله ورشت معطرات وكتبت استقالتها وبصت لصورتها القديمة وهي مبتسمة. أما هيون فرح لكانج واعتذر لها إنه ما صدقهاش، فقالت له إن دي حاجة مش مهمة، لكن المهم إنها مش قادرة توصل لمون في أي مكان لأنه استقال من وظيفته وقفل تليفونه. فرح هيون لمكتبه بس ما لقاش حد خالص، وده لأن ليسول أخدت المساعدين الاتنين وعزمتهم على الغداء وقالت لهم كلام يشجعهم علشان يطوروا من نفسهم. وراحت بعدها لجال وعرفتها إنها مش هتشرب القهوة دي تاني، وتصوروا صورة للذكرى وتصالحوا بعد ما كانوا زعلانين. وقعدت ليسول تكلم نفسها في حوار داخلي مع قوة، وكانت بتودعها وبتقول كلام يشجعها علشان تحس إنها هتبقى أفضل من غيرها. وبعتت رسالة لهيون طلبت منه يجيلها عند الهضبة، وفعلا راح لها على طول وقال لها إنه شاف جواب الاستقالة بتاعتها. فقالت له إنه قوة مش هيبقى ليها وجود تاني بعد دقايق قليلة، واعتذرت له إنها خبت عليه الحقيقة لأنها كانت مبسوطة بوجود قوة، لكن بعدها اكتشفت إنها غبية. فقال لها إنه هو اللي غبي لأنه صدقها وطلع الخاتم وسابه جنبها، وقال لها إنه مش عايزها وسابها وراح ليمون في المكان اللي دايما بيكون موجود فيه لما بيكون زعلان، وعرفوا إن كانج بتدور عليه ومحتاجاه. أما ليسول فرجعت لشكلها الحقيقي وهي بتعيط وحزينة، فأخدتها لجال في حضنها. وتاني يوم كان هيون قاعد في المكتب وشايف قوة قدامه طول الوقت ومش عارف يركز حتى في شغله. أما ليسول فكانت بتجمع كل الكتب والرسومات بتاعتها، وجالها اتصال من مون فخرجت تقابلها وقال لها إنه هيسافر لهوليود علشان يغني هناك. فقالت له إنه لازم يعرف كانج الأول لأنه أكيد مش هتوافق على كده. فقال لها إن كانج انفصلت عنه. فرجعت ليسول البيت وما لقتش لجال، وده لأنها ارتبطت بجونج اللي كان معجب بيها وبيحبها. ومن ناحية تانية هيون راح الكافيه وقابل الشيف اللي قال له إنه واقف مستنيه، وكان متأكد إنه هيجيله وقدم له قهوة، وقال له إن الإنسان لازم يعرف الصدق الحقيقي اللي جوه الشخص اللي بيتعامل معاه بعيدا عن مظهره. فساب هيون ومشي. وتاني يوم مون كان واقف في المطار وهو حزين لأنه خلاص مسافر لأمريكا. فتفاجئ بوصول كانج اللي طلبت منه إنه ما يسيبهاش ويسافر أمريكا، ومن كتر فرحته إنها أخيرا اعترفت له إن هي كمان معجبة بيه، وقف يغني وسط المطار كله بعلو صوته ومسك في إيديها ورجع الوكالة وأعلن ارتباطهم قدام الكل. وطلبت كانج من هيون إنهم يتكلموا بعيدا عن الكل، وعرفته إن ليسول سايبه له رسالة، ولما فتح الرسالة لقى فيها صور شخصيات القصة وحس إنها بتمثلهم هما الاثنين. فرح لها على طول بيتها وقال لها إن السبب الرئيسي اللي خلاه يحب قوة هو قلبها الطيب وشخصيتها الجميلة، وإنه ممكن يكون فهم المعنى متأخر لكن هو دلوقتي فهم كويس إنه عايز يفضل جنبها وما يسيبهاش أبدا. وطلب منها ترجع تاني تشتغل معاه لكنها رفضت، وقالت له إن هي اللي كانت مهتمة بالمظهر الخارجي أكتر من أي حاجة تاني، وكانت دايما بتداري كرهها لنفسها بابتسامة، ودلوقتي عايزة تبقى قوية الأول قبل ما تكون معاه. فوافق وودعها. ومرت الأيام، وبعد سنتين كان الساحر اتجوز البنت اللي بيحبها وبتساعده في تحضير القهوة، وكانج بقت علاقتها قوية بمون وبتحضر معاه كل اختبارات الأداء. أما ليسول فبقت كاتبة مشهورة ولها متابعين كتير. فرح لها هيون وعرض عليها إنه يبقى في عمل مشترك بينهم، فوافقت على طول، وبكده بقوا يقضوا وقت أطول مع بعض، وده معناه إنهم ارتبطوا من جديد. ودي النهاية اللي بنتعلم منها إن الإنسان لازم يحب نفسه وشكله قبل ما يطلب من أي حد إنه يحبه. ودي كانت النهاية السعيدة، وسلام.